القصة دي مش بدأت بصاروخ، بدأت بكراهية قديمة من سنة 1979 بعد الثورة الإسلامية في إيران. العلاقة بينها وبين الولايات المتحدة بقت عداء مفتوح. السفارة الأمريكية في طهران اتخذت قرار هائن، ومن ساعتها الثقة انتهت. أما إسرائيل فإيران شايفاها عدو وجودي، وإسرائيل شايفة البرنامج النووي الإيراني تهديد مباشر لبقائها. إيران بتقول إن برنامجها النووي هدفه بس إنتاج طاقة، لكن الغرب شايف إن نسبة تخصيب اليورانيوم وصلت لمستويات قريبة جدا من تصنيع سلاح نووي. إسرائيل أعلنت قبل كده إنها لن تسمح لإيران بامتلاك قنبلة نووية، وده معناه إن أي تطور في البرنامج ممكن يقابله ضربة عسكرية. سنين طويلة كان في حرب غير معلنة، اغتيالات لعلماء نوويين داخل إيران، هجمات سبرانية عطلت منشآت نووية، ضربات إسرائيلية لمواقع إيرانية في سوريا، دعم إيران لجماعات مسلحة معادية لإسرائيل. الصراع كان دايما موجود بس تحت السيطرة. مع ارتفاع التوتر في المنطقة حصلت ضربات مباشرة على مواقع عسكرية داخل إيران. الرد الإيراني جاء بصواريخ بعيدة المدى وطائرات مسيرية. المنطقة دخلت مرحلة خطرة جدا، قواعد أمريكية في الخليج في حالة استنفار، أنظمة دفاع جوي بتتصدى لصواريخ، تحذيرات من توسع الحرب. ليه العالم قلقان بقى من كل ده؟ لأن الصراع ده مش بين دولتين بس. لو الحرب اتوسعت أسعار النفط هترتفع بشكل ضخم، الملاحة في الخليج ممكن تتعطل، دول تانية ممكن تدخل الصراع، وأي خطأ في الحسابات ممكن يحول التصعيد لحرب إقليمية كبيرة جدا. السيناريوهات المحتملة بقى لكل ده ايه؟ تهدئة سريعة بواسطة دولية، ضربات محدودة متبادلة بدون توسع، حرب مفتوحة تشتمل أكتر من جبهة، وأخطر احتمال انزلاق غير مقصود لحرب أوسع. في الشرق الأوسط الهدوء دايما بيكون مؤقت، والنار ممكن تفضل تحت الرماد لسنين، بس لما تولع بتولع فجأة. حرب مش دايما بتبدأ بإعلان رسمي، أحيانا بتبدأ بسؤال وسوء تقدير وضغطة زرار. اللي حصل بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة مش مجرد ضربة وخلاص، دي نتيجة سنين من العداء، سنين من حرب في الظل، سنين من التهدئات المتبادلة. المنطقة دلوقتي واقفة على حافة خطيرة جدا، وأي قرار غلط ممكن يغير شكل الشرق الأوسط بالكامل. بس الحقيقة اللي شفناه لحد دلوقتي مجرد بداية، لأن ورا الأحداث دي في تفاصيل أخطر، في تحالفات سرية، في عمليات استخبارية محدش اتكلم عنها خالص، وفي سيناريوهات مرعبة لسه ممكن تحصل. وفي السلسلة دي هنفكك كل جزء لوحده، من الملف النووي لحرب الظل لأخطر توقعات المستقبل. القصة دي لسه ما خلصتش، وده مجرد الفصل الأول. اشتركوا وفعلوا الجرس عشان الجزء الجاي هيكشف حاجات محدش بيحكيها بسهولة.